بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم مطبخ نشوى على الحروم. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. وصفة سهلة وسريعة وخفيفة. يلا. احنا معانا هنعمل ايه؟ الحواوشي، عجينة الحواوشي. معانا هنا 3/4 لحمة، 3/4 بصل، كيسين خلطة بهارات، ربطة كزبرة بناخد منها نصها. ومعانا فلفل شطيطة وفلفل اخضر. نفرم بقى هنا البصل معانا في الكبة لما ننعمه خالص، ونفتحه برضك نتأكد برضك نشوفه هو اتفرم معانا ولا لا. وهنضيف حاجة ونجيب بقى الفلفل الاخضر والفلفل الشطيطة ونفرمهم في الخلاط. كان هنا معانا فصين توم اختياري عادي، انا لقيتهم كده في البصل قمت حطاه عادي، انت وحريتك. وجبنا معلقة فلفل اسمر كبيرة، وحطيت هنا اللي هي الخلطة الحواوشي. حطيت على 3/4 كيسين، ومعلقة كمون كبيرة. وبتمسكيها تقومي عجناها في بعضها. تعجن انت ساعة ما تيجي تعجنها تلاقيها معاكي سايحة كده لسه لان البصل سرد المية بتاعته، والفلفل برضو المية بتاعتهم هتلاقيها مسيحاها معاكي. فعجنيها كويس، وانت هتلاقي مسكت بعضها زيها زي الكفتة. كل ما تعجني فيها كل ما هتلاقيها احسن واجمل. جبنا هنا نص ربطة الكزبرة وخرطناها حطيناها على ونعجنها برضو به. ديت بتبقى مع الحواوشي جميلة، طعمها في الاكل حلو. او لو عندك بقدونس ماشي ينفع برضو عادي، انت وحريتك. مش عاوزة لا دي ولا دي خلاص عادي. وبتعجنيها. بتجيبي بقى معاكي عندك شوية جبنة، ميكس اي جبنة رومي، جبنة مش عاوزة خلاص بتجيب الجبنة وبتعجنها برضو عليها. على قد ما انت عاوزة او على قد اللي عندك، مفيش. وبتعجنيها فيها عادي، عاوزة تحطها عليه. والملح نسيناه، نحط لها الملح بتاعها، نظبط الملح بتاعه ونعملها ونعجنها كويس. والزيتون برضو اهو جبنا زيتون مخلي وعجناها برضو فيها. وفضينا بقية الجبنة. يلا. هي كلها في بعضها. بدل ما تحط شوية بشوية في قلب بعد ما تحط اللحمة في السندوتشات، لا اعجنيها كلها في بعضها. واعجنيها وسيبيها قيمة نص ساعة، ربع ساعة، ساعة. لو عجنتها وسبتها على بياض كل ما بتعجنها كل ما تلاقيها طعمها احلى واحلى. وخلصي وامسكيها بقى هي هنعجنها تاني عشان كملنا بقى كيس الجبن. وجبنا عيش جاهز بقى، عيش حواوشي هنفتحه. هي دي كانت هي كنا جبنا قرنين فلفل احمر وخرطناه وحطيناه في قلبه. الحواوشي ما بتحطلوش طماطم، دي فلفل احمر عندك حطوا مكانه قرنين عندنا حطيناه. وبتجيبها بقى بتكوريها. ده اول واحد عملناه معاكم اهو. تحطها معاكي. دي اول واحد اهو هنحشيه معاكم اهو برضو. وتجيبي بتاع العيش بتاعك على قد الكمية اللي معاكي. كوريهم، اعملي اللحمة كورها كور على قد العيش. ويحشيهم بقى كلته. عاملينه هنا سريع على البوتاجاز، ما ولعناش فرن ولا حطينا في فرن ولا حاجة. وكورناها كلها كور قد بعضها. وحشنا كان معانا 32 واحد. عملناها كلها. ما هوش غدانا كل دي يعني، لا. احنا عملناه والباقي حطيناه في الفريزر ليوم تاني. نبقى نطلعه عادي. انت وحريتك، عاوزه تعملي على قدك اعملي نص كيلو، ربع كيلو، حسب الافراد اللي اللي عندك. وجربيه والله وطعمه جميل وحلو. وكل ما بتسيبيه العجينه بتاعته بتبقى احلى. جبنا هنا الزيت اهو بقى برضو، معلقه صغيره في قلب المقلايه، ما تكتريش، معلقه زيت صغيره. وبتحمريه في قلبها. عاوزه تحطي في صينيه دهنيه من فوق ومن تحت، وولعي الفرن وحطي فيه. احنا عملناه على البوتاجاز عادي، ما كناش مستعجلين يعني، كان اللي عاوز بيعمل طلبه وخلاص. اهو عملناها وما شاء الله فوق الوش زي الارضيه ما شاء الله جميل اهو.
واللحمة مستوية فيه وحلوة وطعمه جميل. وجربوه وشوفوه، وما تنسوناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة. مع السلامة.